بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. الأخوة الحاضرين جميعا، الأخوة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سفارة جديدة وفي حلقة جديدة من برنامجنا جلسات سفراء الكلام. هذا اليوم نحط رحالنا في محافظة البصرة، وتحديدا في عشيرة من عشائر العراق الكرام، في عشيرة الطبيلة. قبل لا نبدأ بالمراسيم الحلقة وتقاليدها، أسأل لكم سالفة إذا سمحون أمامنا أخواننا. يقول هذا أكو ولد أبوه متوفي وعمه الموجود، عمه شايب وصاحب وقت وصاحب مضيف، بس هو حالته المادية مش كلش تساعد. الولد هذا من طلع للدنيا لقى روحه كواك وعنده فليسات وعنده هاي، قال أنا لأصير مكان عمي وأطلع وأمشي وين الوادي. قام يسوي العزيمة، تي العرب تاكل اللحمة وين تروح تسير؟ سير يا عمي. يروح يقعد لما مشي يسولف السالفة، ما حد ياخذ حكايته. الرجال الشايب يحكي له حكايتين شده وما خلص انتهت. ذاك اليوم هو اقتاض واحترق قلبه، هم راح نشد امه، قال انا هاي سالفتي. قالت له يمه انت العد عمك الشايب ما موجود عندك. قال لها شنو؟ قالت له بقر، الشايب عنده بقر. يقول هنا الشايب قال ابويا انت ليش ما تقعد وتركض شوي؟ قال انا عندي فلوس بقدر اطلع وهاي، وانت لازم تاخذ رايي. قال له من يثمر العاقول؟ من يثمر العاقول وتدلل عثوق؟ من يثمر العاقول وتدلل عثوق؟ ذاك الوقت نشريك ويصير لك سوق. اي بعد هي واضحه رحم الله والديك. احنا يقول الشاعر يقول يا ضيفنا ان زرتنا تجدنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. انا اليوم اريد ارحب واجدد الترحيب باخوي المعزب الاخ ابو فارس محسن دشر الطبيلي. الله يسلمك. احنا اليوم ضيافتكم وبديرتكم، لك الترحيب. اهلا وسهلا بك، حياك الله وقناتك وكادر القناه، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بألف خير. حياكم الله. الله يسلمك. الله يسلمك رحمه الله عليك، مشكورين. احنا بدايه ابو فارس هو سؤال يعتبر تقليدي لكل العشائر. احنا اليوم بالعراق تدري مجتمع عشائري وعندنا العديد من العشائر، فكل عشيره نحب مثلا نعرف تاريخ العشيره، نبذه عن ناسه. كذلك عشيره الطبيله اليوم هي من العشائر البارزه بالعراق، واحنا هم نحب نسمع نبذه عن العشيره هاي. اخونا ابو فارس والكلام لك والحديث لك. حياك الله واهلا وسهلا بك ابو علي. سالتنا عن عشيره الطبيله. اي والله والنعم. عشيره عريقه وتمتد محافظات الوسط والجنوب. نعم. يعني محافظات الوسط كربلاء عندك كثره من الطبيله، محافظه النجف. يعني هو السكن الاصلي للعشيره. الاصلي محافظه ذي قار بالتحديد قضاء الدواير. نعم بالدواير. اللي هو يسكن بها شيخنا العام جاسم الحي محمد. والنعم والنعم. ولكن العشيرة تمتد بمحافظات الوسط والجنوب، قلت لك محافظة كربلاء، النجف، بابل، وأيضا حتى في العاصمة بغداد. نعم. وهنا عندنا محافظة البصرة، فهي عشيرتنا تمتد قلت لك كل المحافظات. الترابط والتواصل بين العشيرة بمختلف المحافظات. مختلف المحافظات. مرتبطة العشيرة. عندك بالناصرية تمتد بقضاء بالأقضية وبالنواحي. نعم. اي. وشيخنا العام هو شيخنا جاسم الحي محمد. والنعم. يعني على سالفتك هاي وحكايتك ابو فارس انه حمايل عديده للطبيله بهاي. نعم. يعني اذا تعطينا نبذه عن الحمايل مثل تعددها. حمايل الطبيله قلت لك هاي العشيره، عشيره الطبيله اللي هي احد عشائر بن سعيد. نعم. وهاي العشيره تتكون من 8 حمايل. نعم 8 حمايل. اي. وهم اذا تحب اعدد لك الحمايل هم ماك مشكله. انت براحتك تريد تعدد. عندك حموله آل دعيم، وحمولة بيشتيو. نعم. وحمولة آل ياقوت، وحمولة آل محيسن، وحمولة آل بشارة. نعم. وحمولة آل سعيد، وحمولة آل عيد. نعم. وحمولة آل بوسنة. اي. فهاي حمايلنا وذاكو بعد. يعني خاف انت. وحمولة بيه السلام، احسنت ابو علي مذكرني. اي. حمايلها. نعم الله يحفظكم. زين ابو فارس، سؤال هو يدور انا ببالي. اقول هسه حمايل الطبيله كلهم. مثلا هم يرجعون الشيخ واحد كل حمول عليها شيخ،
اكثر من شيخ بالحموله، مثلا شلون تصفيه الوضعيه هاي؟ اكيد هاي الحمايل عددتها لك، أي. كل من عليها مسؤولها. نعم. ولكن احنا بفضل الله ما عندنا واحد بهاي الحمايل يقول انا الشيخ وابن حي محمد موجود. والنعم. هو شيخنا العام. نعم. وهو بختنا، وهذا البيت معروف عن بخته. نعم. ومو اليوم، من اجداده. نعم. وما نقدر نتعدى هذا البخت ونقول واحد من عندنا من هاي الحمايل يقول انا شيخ. والنعم والله الف نعم. بفضل الله احنا هاي الحمايل كل من عليها مسؤولها. اكيد. واكيد بالعشيره وبالحموله اكو وجهاء وناس أكيد. يعني اكيد بها يعويد وبها وجهاء. بس احنا ما عندنا قضيه الشيخه بس يم ابن حي محمد. هذا شيء مثل ما متفق عليه. وكل قضايا انا قلت لك كان محافظه كربلاء وكان بالبصره وكان ببغداد وجميع المحافظات. نعم. اي طلابه تصير واي قضيه تصير هي تتحول يم ابن حي محمد. والنعم. وهو هم يعني فريضه بن سعيد بن حي محمد أكيد. معروف. والنعم. والنعم. وكل عشائر بن سعيد عرفه هو فريضه بن سعيد، وفريضه المناطق ذيك اللي الشطره الدوايه. نعم. ومن ضمن الفرائض اللي موجوده بالناصرين. نعم. والنعم والله والنعم. الله يحفظكم ان شاء الله. حياك الله. حياك الله اخوي ابو سجاد. الله يحييك سعد العزيز. انت مثل ما سمعت انه ابو فارس اعطانا معلومات قيمه. نعم. ويبذل عن العشيره هاي الطيبه، بس الله احنا يبارك بعد فيك. طماعين نسمع من عندك أنا انه بعض التفاصيل اللي تعرفها عن عشيره الطبيله، العشيره الراقيه والطيبه. الله يعزك الله ويديمك. يحفظك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل عام وأنتم في خير. وانت بألف خير. عشيرة الطبيلة نعم. من عشائر بن سعيد، نعم. متمثلة كما أسلف الأخ أبو فارس، ومتمركزة في قضاء الدواية. يترأسها الحاج جاز محمد لايث، نعم. هو شيخ عشيرة الطبيلة العام. نعم. ممتدة عشيرة الطبيلة في كافة محافظات العراق مثل بغداد وكربلاء والنجف والكوت والناصرية والبصرة. أحسنت. هذه العشيرة تمتاز بحسن الجوار مع كافة القبائل، وخصوصا المجتمع الريفي اللي جاي نعيشه احنا. نعم. عشيرة الطبيلة عشيرة عريقة ولها تاريخ عريق أيضا. صحيح. مثل ما تفضل أخ أبو فارس، هي تحتوي على 8 حمائل. أي. نعم. من أهم هذه الصفات اللي تمتاز بها عشيرة الطبيلة قلت لك الكرم والشجاعة وحسن الخلق مع المناطق المجاورة. أبو سجاد. نعم. أنا سامع عن تاريخ الطبيلة هواية فقرات، بس اكو فقرة بما أنه أنا أدخل الميادين وبالشعر وهاي أسمع. نعم. دائما الشعراء والمهاويل يسولفون على موقف وعلى شيء. نعم. إذا أريدك شوية توضح لي عليه السادة المشاهدين. شغلة مضيف حج محمد. نعم. إنه احترق وما في به النار وهي شيء. سولف لنا هاي السالفة. هذا السادة العزيز، أنت تعرف بزمن النظام البائد. نعم. بزمن حزب البعث لعنة الله عليه، تعرف هذه الحملات تطلع على المناطق على مود تحديد شنو الهاربين والكذا. نعم. فكانت هاي زمن الشيخ. نعم. زمن الشيخ. فطلعوا يا سيدي قلت زمن الشيخ 86. 86. ب 86 بزمن الشيخ. نعم. يعني انقدام الشيخ يسوي. فطلعوا على بن سعيد بصورة عامة. نعم. من ضمن المضايف اللي توجهت إليها الفرقة الحزبية أو الحملة الحزبية هو مضيف الشيخ محمد اللايث. نعم. فأرادوا أن يحرقون هذا المضيف. أي. بإرادة الله سبحانه وتعالى وبخت الطبيلة وبخت حي محمد. بخت عامر موجود. رشوا بنزين على المضيف. تعرف أنت قبل أنه كانت أغلب المضايف، وحاليا بالناصرية موجودة، أغلب المضايف هي مضايف من قصب. قصب صح. فمن رشوا البنزين على هذا المضيف سريع الاشتعال. سبحان الله، علقوا بالنار ما اشتغل. سبحان الله. علقوا مرة ثانية ما اشتغل. أحد الموجودين المسؤولين موجودين قيادة هاي الحملة. نعم. قال احتمال هذا البنزين بماي. هنا شوف. قال احتمال هذا البنزين بماي. فسحبوا لنا بنزين من السيارة مباشرة. بنزين غير هذا. نعم. شك يجوز اكو واحد من الموجودين. صح. فسحبوا بنزين من السيارة مباشر، رشوا المضيف، حرقوه ما احترق. وقف قال عمي السؤال عندي. تعرف اكو ناس هم موجودة من قبل. نعم. من هذا المضيف؟ قالوا له عمي هذا مضيف للطبيلة، مضيف حي محمد اللايث بخت بن سعيد وفريضة بن سعيد. فقالوا عمي انسحبوا لا تاكلنا النار تحرقنا النار احنا بصورة عامة. فبخت حي محمد موجود وبخت الطبيلة موجود. ان شاء الله نسأل الله ان يعمنا بهذا البخت الكل والجميع. عشيرة الطبيلة عشيرة عريقة. الله يعزك ويديمك ويحفظك. متعددة السكان. نعم. يعني إذا تقدر مثلا تحصيلنا تعداد الحمولة مثلا ولو بشكل تقريبي.
والله هي مثلاً. اذا يعني الطبيله مو الحمول، قصدك عشيره الطبيله. عشيره الطبيله كنفوس يتجاوز ال 10,000 كنفوس. الطبيله يتجاوزون ال 10,000، الودايه احتمال ب 8,000. الله يحفظك ان شاء الله. احسنت. الله يعزك ويسلمك ويبارك فيك. عندك الله في شكرا جزيلا. الله يعزك ويديمك. بشجع اليوم اللي اخونا ابو فارس، احنا تعبناك وطمعانين نعم، بكرمك كرم حديثك المالي. عشيره الطبيله بها شخصيات بارزه. نعم. اذا تحدثنا عن ابرز الشخصيات الموجوده اللي ببالك تجي. يعني اي الشخصيات اللي عندنا البارزه، يعني تقصد مثلا بالكرم بالمواقف اللي هي معروفه بالكرم. كل عشيره الطويله ناس اكرماء. ونعم. ولكن اكو شخصيات سجلها التاريخ هسه، مثل احد اجدادي المتكلم انا. نعم. بربوت آل قرامه. ونعم. هذا حتى في زمن لوعه اجت عائله فقيره. نعم. ارادوا يطلبون، تدري قبل الناس تطحن هذا الحنطه والشعير. صح. واجوا يطلبون من بربوت اللي هو الملقب ابو كشيمره، كانت بنته الكبيره كشيمره اسمه. نعم. اي. فاجوا يطلبون من عنده حنطه. هو رجال عنده ارض وعنده حنطه، وكانت هاي البواري اللي يخزنون بها. صح. يخزنون بها الحنطه والشعير. نعم. فاجت عائله فقيره قالوا لابو كشيمره احنا نريد حنطه وما عندنا. نعم. قالوا عم انا ما انطيكم. انا انتم وين ساكنين؟ قالوا له بالمنطقه الفلانيه. قالوا انا ما انطيكم عطيه، تجون تشيلون وتنزلون هنا يم هذين البواري مال تحطون يم البواري وتاكلون بكيفكم. وتكسرون وتاكلون بكيفكم. هذا احد كرماء الطبيله. يعني شرد اسولف لك عن ابو نعيم الله يرحمه، حسين الدعيدش، اللي كان كل قضيه تصير عند الطبيله. نعم. هو يخسر من جيبه وينطي من جيبه ويسد. نعم. ما يتاني محسن ولا يتاني فلان ولا يتاني. نعم. اذا اجت قضيه وبيها خساره على الطبيله. نعم. فيخسر من جيبه. والحمد لله كل اهلنا واجدادنا ناس كرماء. وان شاء الله تستمرين على هذا النهج. وان شاء الله نستمر على هذا المنهج. وحياك الله. احسنت رحم الله. نعم. احسنت. انا اقول اغمض والزم التاريخ. اغمض والزم التاريخ، وين تطيح خليدي. اغمض والزم التاريخ، وين تطيح خليدي. القسطور كلهن زود والكاتبهن سعيدي. اغمض والزم التاريخ، وين تطيح خليدي. القسطور كلهن زود والكاتبهن سعيدي. اكشخ بالسعيد هواي اهلي وهذا ترديدي. ما انسى الاسم للموت لو انسى مواليدي. ما انسى الاسم للموت لو انسى مواليدي. ها سعيد وفعل مبين، ها سعيد وفعل مبين. ما مضموم على العربان سعيد وفعل مبين. ما مضموم على العربان سعيد وفعل مبين. الله يحفظكم، الله يسلمكم، الله يعزك. احنا ننتقل ما طول نفتح الجولة الشعر للشعراء، وحاضر اليوم ويانا اخونا الشاعر ثامر السعيدي. راح ننقل لك المشاركة يمك تصير. حياك الله استاذ كاتب السعيدي، واهلا وسهلا بك. انا اول ما ابدي اهوس الشيخنا وابونا جاسم الحج محمد. اقول له انت شيختك تختلف عن الكل. انت شيختك تختلف عن الكل. ما بعت بختك بفلوس لذلك شارتك تقتل. انت شيختك تختلف عن الكل. ما بعت بختك بفلوس لذلك شارتك تقتل. تحكي حكاية وحدة وعالصواب تطيح، وتحل كل معصية عليها من تجبل. ابن محمد انت الذاكرة التاريخ، بختي راض بالمقتول. واللي يقتل انتم بيت لا يذعلم عدكم شاع تفصلون الحج تفصل. ها انت تفرضهن بين الوادم، ها انت تفرضهن بين الوادم. ها انت تفرضهن بين الوادم، ها انت تفرضهن بين الوادم. ما حد يعبرهن ويقوم انت تفرضهن بين الوادم. ما حد يعبرهن ويقوم انت تفرضهن بين الوادم. وهاي الهوسه الكرم الطويله.
احنا الطبيلة كنا كرماء، تكفى كلها كرماء، بس انا ابدا اذكر هاي الهوسة الاشخاص مميزين بالطبيلة. من كانت الناس بعوز وقبل كانت الخبز قدار، عدنا بالطبيلة زلام الجدر ما ينزل من النار. من كانت الناس بعوز وقبل كانت الخبز قدار، عدنا بالطبيلة زلام الجدر ما ينزل من النار. الصفات الغنم ما يروا غنم للبيع، قبل يجنون هل الكرم والخطار. بعلمهم وين ما حولت بي يحجون، أهل منسف وأهل منقول بي تحتار. بتاريخ الكرم ذاكرهم التاريخ، بنعيم وبربوت ودشر عطار. هانتم بالعوز وداو الموقد، هانتم بالعوز وداو الموقد، وعزوبية كم خرفان. انتم بالعوز وداو الموقد، وعزوبية كم خرفان. انتم بالعوز وداو الموقد. وسلامتكم. أقول مرت علينا أيام، مرت علينا أيام عذبنا بس ماي، مرت علينا أيام عذبنا بس ماي. ما عدنا صم طحين بس الهلا هواي. الله يوصل. ومو هسه وقت الخير عذبنا لي يضيف، مو هسه وقت الخير عذبنا لي يضيف. عذبنا وقت الشان كل 6 برغيف. الله يحفظكم، الله يسلمكم. اليوم احنا نستغل وجود اخونا الشاعر باسم السعيدي، وحياك الله وهلا بيك. ابو علي، منسولف عن هالتاريخ موش اعلام، وسولف عن ضرايبنا الطبيلة للبخت والستر والمعروف. جاسم شيخنا وجاسم فريضتنا. منسولف عن هالتاريخ موش اعلام، وسولف عن ضرايبنا الطبيلة للبخت والستر والمعروف. جاسم شيخنا وجاسم فريضتنا، وإذا عن الكرم ناس احنا هالخطار. الصحن عد الطبيلة ينعومتنا، وإذا عن الكرم ناس احنا هالخطار. الصحن عد الطبيلة ينعومتنا، وإذا عن الشجاعة زلامها التفقات. أخوة الصالحة عركتنا مو هينة، إذا عن الشجاعة زلامها التفقات. أخوة الصالحة عركتنا مو هينة. إحنا زلام بنصيف بيوم الويد، يهبى من شاربة ليوصل في نيتنا. إحنا زلام بنصيف بيوم الويد، يهبى من شاربة ليوصل في نيتنا. ها احنا من يعلق بيرق جاسم، ها احنا من يعلق بيرق جاسم، ها احنا من يعلق بيرق جاسم، ها احنا من يعلق بيرق جاسم. واحد فوق الثاني يطيح، احنا من يعلق بيرق جاسم. واحد فوق الثاني يطيح، احنا من يعلق بيرق جاسم. ولب كاظم دشر يحلى الشعر كله، وبراس العنيد الماربة بذله. لب كاظم دشر يحلى الشعر كله، وبراس العنيد الماربة بذله. من شبل من شيب راسه ما طخاه، من شبل من شيب راسه ما طخاه. لب كاظم دشر يحلى الشعر كله، وبراس العنيد الماربة بذله. من شبل من شيب راسه ما طخاه، وعلي ما بينت خله. من شبل من شيب راسه ما طخاه، وعلي ما بينت خله. معذب لحد، معذب من صدق يفرح بيت الضيف. الهلا بلسانه مثل حرور تدله. معذب من صدق يفرح بيت الضيف. الهلا بلسانه مثل حرور تدله. نقال معراوي لمن كانت يوع، أخذ بيها ترند والعرب تندله. نقال معراوي لمن كانت يوع، أخذ بيها ترند والعرب تندله.
نقال معراوي لمن كانت يوع أخذ بيها ترند والعرب تندل. هاي كظم من دون ويذبح، هاي كظم من دون، هاي كظم من دون ويذبح، هاي كظم من دون ويذبح. وين الما يقدرها الذيب يكظم من دون ويذبح، وين الما يقدرها الذيب يكظم من دون ويذبح. شكرا. أنا قبل الختام عندي بيت دارمي هدية لأبو فارس. الله يحفظه. هدية الله شاهد يعني من قلب ما بيها أي شيء بس هي نعم منك الله يسلمك. الله يحفظه. أقول قالوا لي حملك طاح ياهو اللي يشيله، قالوا لي حملك طاح ياهو اللي يشيله، محسن دشر عطار راعي الثجيله. الله يسلمك الله يعزك الله يحفظك من عندك الله يسلمك. أي خالو خدمتك. قالوا لي حملك طاح ياهو اللي يشيله، محسن دشر عطار راعي الثجيله. الله يحفظك. تسلم. اوعد عينك شايبنا وصغير. تسلم. عز الله كنا مكون لحم ولك نصير. تسلم 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 تسلم. الله يحفظكم. في ختام هاي الحلقة الرائعة يعني الله شاهد بعيدا عن التكلف باللغة العربية الفصحى، نفسيا ارتاحيت بهاي السوالف المالحة وهاي الوجوه الطيبة والخيرة والملقى الحلو عند اهلي وعمامي وعشيرة الطبيلة وعند اخونا المعزب ابو فارس الطيب. ختام هاي الحلقة اترك لك الكلمة الأخيرة للترحيب على ود نختم بها ابو فارس. حياكم الله. الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك. خطوة عزيزة. شكرا لك. واشكر كل اخواني وكل اللي حضروا واللي اجوا من غير محافظات. الله يسلمك. حياكم الله واهلا وسهلا. الف شكر. والديوان ديوانكم ان شاء الله. الله يسلمك. حياكم الله. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.